الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، وحيا الله الأخ محمد علي السالمي الذي له فترة طويلة. حيا الله أخ عبد الحميد وجميع الأخوة، حياكم الله. واحدا واحدا، كل باسمه وصفته ومكانه الذي هو فيه، حياكم الله. الصورة التي سأتحدث معكم اليوم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة من حوله من الصحابة، لأن للأسف أن البعض رسم صورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، صورة مجتزأة أو صورة مغلوطة أو صورة غير حقيقية أو صورة قد تكون مشوهة أحيانا، وعزز ذلك بعض السلوكيات التي يقوم بها بعض المنتسبين أو بعض العلماء أو بعض الملتحين أو بعض المنتسبين للإسلام، فينسبون ذلك إلى الإسلام وإلى دين الإسلام وإلى نبي الإسلام. وكأنني لو طلبت من كل واحد أن يأخذ ورقة وقلما فيرسم لي الصورة التي في ذهنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، أعتقد أن البعض سيرسم صورة لشخص عابس الوجه، لشخص مقطب الجبين، لشخص عابس لا يبتسم. ليست هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هذه هي صورة الإسلام، ليست هذه صورة الإنسان الذي جاء وكان يأسر القلوب قبل أن يتكلم. ليست هذه صورة النبي الذي جعله الله رحمة للعالمين. ليست هذه الصورة لذلك الذي كان يقول للصحابة: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن الصورة التي يجب أن نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذلك لين الجانب، ذلك المحب، ذلك الذي كان يحب الخير للأمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. كان لينا، وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان حريص على هداية الناس، حتى الله تعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت. أقول هذا حتى تعرفون أن نفسيات الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. سأحدثكم اليوم عن صحابي من الأنصار اسمه نعيمان بن عمرو. احفظوا هذا الاسم، نعيمان بن عمرو. نعيمان بن عمرو ذكر أنه كان إنجاز التعبير، أنا أسميه هكذا: أمير الدعابة، أمير الطرفة، أمير الابتسامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مهمته المهمة التي أسندت إليه أو أسندها إلى نفسه، وكأنه كان وهو طبعا بدري من أهل بدر، لكن كان يرى أن مهمته هو إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. وكأنه يقول: أنا مهمتي إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الأخوة يقولون الصوت واطي. هل الصوت واطي يا جماعة؟ مشكلة. أنا أرى أن الصوت جيد، ما أدري هل الكل هكذا؟ ارفع صوتك. أبو رداد يقول: ارفع صوتك. أحمد حجوري يقول: ارفع صوتك. ما أدري من معهم في هذا. هل الكل يقول الصوت؟ أبو رداد يؤكد الصوت واطي. الصوت يا جماعة، أبو هادي، الصوت واطي جدا. ما أدري كيف، كل شيء عندي تمام على ما أعتقد، والله أعلم. الصوت يا جماعة الآن تمام. أيوة، الأخ محمد الفتاحي يقول الصوت ضعيف. والله ما أدري، هل أرفع صوتي أكثر من ذلك؟ أبو هادي يقول الصوت، والله مشكلة، راحت المحاضرة في الصوت يا شباب. هل الصوت واضح ولا غير واضح؟ طيب، أبو معتز يقول تمام. طيب، محمد ناجي يقول تمام. بارك الله فيك يا محمد. طيب، أرجو الذي لا يستوعب مثل هذه المحاضرات، أني أرى البعض يقول: وكأنك في زمن الصحابة. نعم نعم نعم، أنا أعيش في زمن الصحابة بقلبي، أعيش في زمن الصحابة بفكري، أعيش في زمن الصحابة بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أعيش في زمن الصحابة بقراءتي عنهم. إن عجزت أنت وعجز عقلك أن يستوعب ذلك،
فارثي لحالك، ارثي لحالك. أما نحن جميعا فنحن نعيش في المدينة المنورة بقلوبنا، نعيش معها بنظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبت عيوننا أن تراه فإن قلوبنا تراه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك شاب، كان هنا والله مشكلة الصوت برضو رجعنا صوت واضح، قالوا يا محمد سالمي. طيب، كان هنالك شاب اسمه، وكان من بدر، اسمه قلنا نعيمان ابن عمرو الأنصاري، نعيمان ابن عمرو الأنصاري، وركزوا على هذا الاسم، النعيمان ابن عمرو الأنصاري. هذا الرجل وكأنه كانت مهمته إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، إدخال السرور على الصحابة، وكأنه يقول أنا مهمتي أن أدخل الابتسامة، أن أرسم الابتسامة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بما كان حقا، بما كان حقا. ووردت كثير من القصص من هذا الرجل نعيمان بن عمرو، منها ما يثبت، منه من هو ضعيف، ومنها من ضعفه أهل. دعوني أخذ بعض القصص في ذلك. جاء أعرابي إلى المدينة المنورة على ناقة له، وركزوا على ذلك، جاء أعرابي إلى المدينة المنورة على ناقته، فجاء بها إلى المسجد، فربطها في باب المسجد أو في شيء بجوار المسجد، ودخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هنالك نفر من الصحابة خارج المسجد، من ضمنهم حمزة وغيرهم. فدخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة لنعيمان، ركزوا على ذلك، قال بعض الصحابة لنعيمان ابن عمرو، احفظوا الاسم، قالوا يا نعيمان إننا قرمنا إلى اللحم، يعني لنا فترة لم نأكل شيئا من اللحم، وقرمناه يعني اشتهينا أن نأكل شيئا من اللحم، فهل تستطيع أن تذبح هذه الناقة فنأكلها؟ قال فهل يعني ستدلون علي أو كذا؟ قالوا اذبحها. فذهب وأخذ له خنجرا فذبح ناقة الأعرابي، ثم أخذ يعني يعطي الصحابة من اللحم. فخرج الأعرابي فرأى ناقته قد نحرت وقد ذبحت، فقال ومحمدا وعقيرتاه يا محمد يا محمد وعقراه وكذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك؟ قال لقد نحرت ناقتي، أنا في ضيافتك، أنا في مدينتك ونحرت ناقتي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال من فعل ذلك؟ قالوا فعله نعيمان بن عمرو. قال وأين هو؟ قالوا سلك هذا الطريق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، حتى قيل أنه دخل إلى بيته، وقيل أنه وجد المقداد بن الأسود في الطريق، فقال له أرأيت، وقد اختبأ النعيمان، والمقداد هذا واحد الصحابة رآه وهو يختبئ، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت النعيمان بن عمرو؟ فلم يجب ذلك الصحابي، وأشار قال أليت عليك، هل رأيت النعيمان بن عمرو؟ فقال الصحابي هكذا، يعني يشير إليهم أنه في هذا المكان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع جريد النخل، ورفع ما عليه مما كان يغطيه، ثم قال له اخرج يا نعيمان، اخرج، وقد أثر جريد النخل على وجهه. ثم قال له ما حملك على هذا؟ من أمرك بهذا؟ لماذا ذبحت ناقة الرجل؟ لماذا فعلت ذلك بهذا الرجل؟ قال يا رسول الله من دلوك علي هم من أمروني بذلك. يعني الصحابة، يا رسول الله الذين دلوك علي، الذين قالوا لك أنا هنا وأنا مختبئ وذهبت من هذا الطريق، هم أنفسهم الذين يعني هم الذين قالوا لي اذبح لنا هذه الناقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يمسح عن وجهه ما التصق به، ثم أعطى ذلك الأعرابي قيمة الناقة التي ذبحت، ثم قال للصحابة خذوها وكلوها. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني بشوشا، وكان من حوله وكأنهم مرآة ينقلون الابتسامة التي يرونها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلونها إليه
تعكس جمال بهاء وجهه وابتسامته وروحه، لولا أنهم يعلمون سعة صدر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنهم يعلمون جمال روح النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني أنهم يريدون إدخال السرور عليه، لما تجرأوا وفعلوا ذلك، لما ذبح تلك الناقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم من حسن النية، كان يتعامل معهم من هذا المنطلق، فأعطى لذلك الأعرابي قيمة الناقة، وأعطى للصحابة أن يأكلوا منها، ثم كلما تذكر تلك الحادثة ضحك عليه الصلاة والسلام. ليست هذه بأول مواقف نعيمان بن عمرو، كانت له مواقف، من ذلك أن ذكر أنه كان إذا جاء أحد إلى المدينة المنورة، وكأنه كان متخصص، وكان يأتي الأعراب إلى المدينة فيبيعون سمنا أو يبيعون عسلا فكان يستقبل بعض هؤلاء الأعراب ومعهم السمن ومعهم العسل أو معهم شيء من العريكة أو شيء من ذلك، فيقول له بكم هذه؟ فيقول الأعرابي بكذا، فيأخذها النعيمان ويقول يعطيك إياها رسول الله، فيأخذ النبي يعني نعيمان هذا السمن أو هذا العسل فيذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله هذا هدية مني إليك هذا يا رسول الله هذا السمن أو هذا العسل هدية مني إليك، فيأكلها النبي صلى الله عليه وسلم ويطعم أصحابه ويطعم. وفجأة يأتي الأعرابي فيقول يا رسول الله اعطني قيمة السمن، اعطني قيمة العسل، فيقول إنه أهدي إلي، فيقول لم أهدك إياه، فيقول هاتوا ادعوا لي النعيمان، فيأتي به فيقول يا نعيمان ألم تهديها إلي؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما بال الرجل يأتي يطلب حقها؟ قال يا رسول الله أحببت أن أهديك شيئا ولا أمتلك قيمته فأعطيتك أيها وأنت تسدد قيمتها يا رسول الله. فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي قيمة هذه الهدية ويضحك مع النعيمان ويدخل السرور. المال ذهب والعسل ذهب، لكن بقي الموقف، بقي نبي الرحمة الذي كان يمازح أصحابه، ونعيمان هذا كان يفعل ذلك لإدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحملهم يقول للأعرابي خذ مالك من النعيمان ما أخذت منك شيئا، لا كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بنواياهم الطيبة. يقال أن النعيمان هذا خرج مع أبو بكر الصديق في تجارة إلى الشام، وقد ولى أبو بكر الصديق على طعامهم في هذه التجارة رجل ابن عم للنعيمان اسمه صويبط أو كذا، والقصة ذكرها بعض العلم لكن بعضهم أنكرها، وله قصص في هذا الباب كثيرة. الشاهد من حديث أيها الكرام أن جو المدينة المنورة، أن جو الإسلام جو الابتسامة هو الأصل وليس عبوس الوجه. انظروا ما أجمل الكلمة عندما أقولها لكم وأنا مبتسم، وما أقبح الكلمة لو قلتها لكم وأنا عابس الوجه مقطب الجبين. ما أجمل الجنة عندما تذكرها وأنت تبتسم. الجنة فيها وما أقصى الجنة إن ذكرتها وأنا عابس الوجه. الجنة فيها كذا لا تريدون الجنة. ولذلك عندما نتحدث عن الإسلام نتحدث عنه بعزة وبابتسامة. ولذلك يقول عمرو بن العاص ما رأيت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. أيها الكرام، تعرفون هذا نعيمان بن عمرو الأنصاري الذي كان يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقع في شرب الخمر. ركزوا على هذا سعدكم الله الدنيا وآخرة. كان نعيمان بن عمرو هذا قد وقع في شرب الخمر، معصية، فجلد المرة الأولى، ثم أتي به مرة أخرى وجلد، ثم أتي به في المرة الثالثة أو الرابعة فجلد. فقال رجل من الصحابة من الموجودين أو من الحاضرين قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال الرجل عن النعيمان هذا الذي يرجم أو عفوا الذي يجلد بسبب شرب الخمر، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الرجل الذي قال ذلك، قال لا تلعن أخاك، لا تلعنه،
لا تعن الشيطان عليه أو كما قال. لكن انظروا ماذا قال، قال فما أعلم إلا أنه، ويشرب الخمر، قال فما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. الله، هذه شهادة من؟ شهادة محمد عليه الصلاة والسلام. قال أنا فما أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل يحب الله ورسوله. معنى ذلك لا تحكم على الناس بظواهرهم. معنى ذلك أنه قد يجتمع في الإنسان المعصية ويجتمع فيه الإيمان، يجتمع فيه السنة والبدعة، يجتمع فيه الخير والشر. هذا الرجل وقع في شرب الخمر لكنه يحب الله ورسوله، فلما سمع ذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بهذا أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، قالوا فما شربها مرة أخرى. تاب. بعض الناس بحاجة أن نرفع معنوياتهم. قد يكون لك صديق أو ابن أو أحد يحتاج فقط إلى رفع معنوياته فيصبح شجاعا، يصبح مقداما، يصبح كريما، يصبح فاعلا، يصبح بعيدا عن المعاصي. لنعالج أخطاء من حولنا بالحب ولا نعالجها بالبغض. لنعالج أخطاء من حولنا بحسن الإنكار وليس بسوء الإنكار، ليس بعبوس الوجه. ما أجمل أن يأتي إلي أحد فيقول لي يا أخ محمد بارك الله فيك سعدك الله، يعني أنت أخطأت في الحاجة الفلانية، والله لعلك أخطأت، يعني لو تفعل كذا جيد، أو سأتقبلها وكأنها هدية. لكن ما أقبح ذلك لو جاءني أخذ يا أخي أنت يا مطوع، أنتم يا كذابين، أنتم يا أخي ما عاد أريد. يعني الإمام الشافعي يقول يعني وجنبني النصيحة في الجماعة فذلك توبيخ من القول لا أرضى استماعه، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. ولذلك واحد الآن كتب قال ما هذا العنوان، اضحك مع رسول الله وكأنك مع الصحابة. لو أنك قلت لي يا أخي محمد العنوان ما أدري يعني كيف، إيش رأيك لو بدلنا فيه كذا. ولذلك يا أحباب لن ينتشر هذا الدين إلا بالابتسامة، لن ينتشر هذا الدين إلا بالحب. والله ما ترونه الآن في واقعنا من القتل دليل على عدم الحب، دليل على أن القلوب مليئة بالأحقاد. كان يمكن أن نصحح أخطاءنا بالحب، كان يمكن للرجل أن يصحح خطأ زوجته بالحب وليس بالضرب وليس بالبغض وليس بالطلاق. كان يمكن للجار أن يصحح خطأ جاره بالحب وليس بالحقد. كان يمكن للأب أن يصحح أخطاء أولاده بالحب. كان يمكن للأحزاب وللقوى وللأفراد وللجماعات أن تصحح أخطاءها وتتنافس على الخير بالحب. يعني كان في يعني وجد المذهب المالكي والشافعي والحنفي والزيدي والحنبلي، مذاهب موجودة أوجدت لنا تراثا إسلاميا رائعا بالحب. كانوا يصلون في الحرم المكي والحرم المدني، وكانوا يصلون في كل مكان. صلى الشافعي خلف الزيدي صلى الزيدي خلف الشافعي لدينا في اليمن، صلوا في العراق، صلوا في كل مكان بالحب. لكن عندما يعني يتغلغل الحقد إلى القلوب، وعين الرضا عن كل عين كليلة وعين السخط تبدي المساوية، سنرى كل حسنة في وجه كل شخص نبغضه نراها مصيبة، وسنرى المصيبة في وجه كل من نحبه نراها حسنة. انظر هنا الظلم يا أحباب أسعدكم الله. أرأيتم كيف نعيمان هذا كان محبوبا بين الصحابة، حتى ورد بعض الأحاديث وإن كان بعضهم يضعفها أنه سيدخل الجنة ضاحكا. كان الصحابة إذا ذكروا نعيمان بن عمرو تبسموا بدون شيء هكذا تلقائيا. أليس من بعض أصدقائك وأصحابك من لو ذكر اسمه ضحك الموجودون جميعا؟ تدري لماذا؟ مبتسم اللسان سليم القلب. وبعض الناس لو ذكر اسمه في مجلس مليء بالسعادة لتكدر المجلس كاملا. الله لا يجعلني أنا وأنتم من هؤلاء. الله لا يجعلني أنا وأنتم ممن إذا ذكر اسمه في مكان فيه أنس وسعادة تكدرت قلوب الناس. وجعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر اسمه في مكان فيه كدر وفيه حزن انقلب المكان إلى سعادة، وانقلب المكان إلى ابتسامة، وانقلب المكان إلى هناء.
لذلك يا أحباب يا أحباب، الإسلام الحق، وليس إسلام الجماعات الموجودة، وليس إسلام الأحزاب، وليس إسلام يعني مسبق الدفع، وليس إسلام الدول. الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما حل بأرض، ما استوطن أرض إلا وحل الرخاء وحلت السعادة وحل الحب وحل كل شيء. وما نزع الإسلام من قلب أو أرض أو بلد أو دولة أو أسرة أو حياة زوجية إلا وحل النكد، إلا وحل النكد. كونوا إذا ذكرت أسماؤكم استبشر الناس خيرا، وإذا رؤيت صوركم استأنس الناس بوجودكم. أليس من بعض الساسة، من بعض الأسماء أو بعض الصور إذا ذكرت خلاص نتذكر الخيانة؟ قولوا لي بارك الله فيك، أليس بعض الناس إذا ذكر اسمه أو رؤيت صورته في الأخبار أو في المجالس أو في أي مكان ذكرنا الخيانة؟ وبعض الأسماء إذا ذكرنا السرقة، وبعض الأسماء إذا ذكر الغدر، وبعض الأسماء إذا ذكر عدم الوفاء، وبعض الأسماء إذا ذكر الكذب والفجور، وبعض الأسماء إذا ذكرت الدماء والأشلاء. يعني عندما أنا أقول أنا وأنتم إسرائيل، ماذا تتذكر؟ تتذكر الجنة، تتذكر الاستقرار، تتذكر الحقد والخيانة، وتتذكر كل شيء. وعندما أقول لك مكة المكرمة، ما تتذكر المدينة المنورة؟ تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر عزة الإسلام. نعيمان بن عمرو عندما يتذكره الصحابة يقولون كانوا يضحكون حولا كاملا، سنة كاملة، لأنهم تذكروا هذا الاسم الذي يدخل السرور على قلب الناس. أليس ذكر الأطفال، المال والبنون، أليس ذكر الأطفال بلا استثناء وهم صغار، عندما يذكر ابنك أو الأطفال الصغار يدخل السرور؟ إذا دخل إلى المجلس الطفل الصغير أضحك الكل، بينما إذا دخل بعض الكبار الذي ممكن وهو طفل لا يعقل أحيانا، بينما إذا دخل الكبار كبار تكدر نفوس البعض. والله بعض الحيوانات إذا ذكرت اشمأزت النفوس وهي حيوانات، وبعض الحيوانات إذا ذكرت استأنست النفوس. عندما أقول لك بعض أنواع الطيور، بعض أنواع الفراش، بعض أنواع تستأنس، لكن عندما أقول لك يعني الثعبان تتذكر ما؟ تتذكر السم. عندما أقول لك الكلاب تتذكر النجاسة. أنت إذا ذكرت ماذا تحب أن يتذكر الناس؟ ماذا تحب أن يتذكر الناس؟ اجعل في قلوب الناس لك بصمة. اجعل الناس إذا ما رأوك في مكان قالوا هذا عندما كان بعض الصحابة وبعض السلف كان أحمد بن حنبل إذا دخل إلى السوق ورآه الناس قالوا لا إله إلا الله. والله إن بعض الناس عندما نراه من نور وجهه نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا. كان بلال بن رباح أسود الوجه أفطس الأنف فقيرا، لكن إذا ذكر بلال الآن ما تتذكرون؟ تدرون ماذا نتذكر إذا ذكر بلال؟ نتذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، نتذكر الأذان. انظر الجمال هنا. وعندما نتذكر أبو جهل ماذا نتذكر؟ جهل أبو جهل هو أبو الجهل بكله. عندما أبو جهل تتذكر الجهل والغباء، تتذكر ذلك. ماذا تحب أن يتذكر الناس؟ ماذا تحب أن يتذكر الناس إذا ذكر اسمك؟ أتمنى إذا ذكر اسمك أن يقال إذا ذكر فلان الدنيا بخير. بعض الناس قيل إذا ذكر فلان لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص. بعض الناس والله بعضهم إذا رآه الصباح يتطير، بمعنى يتطير إذا رآه الصباح قال أعوذ بالله اصطبحنا في وجه فلان اليوم خربان لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم إذا رأى فلانا قال ما شاء الله يعني اليوم يومنا طيب بإذن الله تعالى. كن ممن يراك الناس فيستأنسون. إن بعض الوجوه إذا ما رؤيت كتبت الرضا والسعادة في قلوب الناس بدون أن تتكلم. وبعض الناس ولو تكلم في السعادة، بعض الناس لو تكلم حتى في السعادة، بعض الناس لو قال كلاما جميلا يرسم التعاسة على الوجوه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء.
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء، أسأل الله أن يسعدنا وإياكم دنيا وآخرة. بارك الله فيكم وأسعدكم الله. أسأل الله أن يجعلنا ممن ندخل إلى القلوب فنسعدها، أسأل الله أن يجعلنا ممن ندخل إلى البيوت فنسعدها، أسأل الله أن نكون باب خير على أهلنا وأولادنا وعلى بلادنا وعلى المسلمين جميعا. أسأل الله أن يكون اسمنا ورسمنا ووجهنا وقولنا وفعلنا وأفعالنا خير على من حولنا. أسأل الله أن يكف شرنا عن الناس وأن يكف شرهم عنا، وأسأل الله أن يعم بخيرنا الناس وأن يعطينا من خير الناس ويكفينا شرهم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا، وأسأل الله أن يستر على أولادنا، وأسأل الله أن يستجيب لنا بمن فينا من أيتام ومن ضعفاء ومن خيرين، وأن يستر علينا بما فينا من ضعف، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.